اهلا بيكم متابعين القناه. الاخبار عاملين ايه؟ فاكرين المعرض اللي احنا كنا بنصور فيه زمان تقريبا من سنتين؟ كنا بنصور ريفيوهات صيني، وكالة الغالي اللي احنا فيها. المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي يا جماعه بقى ما شاء الله مستودع للسكوترات الياباني من اول 150 سي سي لحد اللي طالع، ودي واحده من الحاجات اللي كان نفسنا دايما نصورها. تخيل كده تركب موتوسيكل 150 سي سي ياباني موديل السنه يعيش معاك 20 سنه. تعالى بقى نوريكم لفه على بعض اسعار الموتوسيكلات الياباني اللي لسه جايه من اليابان. الحاجات اللي ورانا دي كلها كسر زيرو، ونوريكم لفه على اسعارها عشان لو حد بيفكر يشتري حاجه زي كده. فلفه على اسعار السكوترات والموتوسيكلات الياباني في تاريخ النهارده. قبل ما نبتدي الفيديو، عندك انستجرام موجود تحت، وعندك تيك توك، وعندك يوتيوب، وعندك فيسبوك. تابعنا على كل المنصات، ان احيانا بنأخر في منصه وبنزود في المنصه الثانيه، فعشان تكون دايما معانا. احنا ما بنقطعش خالص، بس احيانا بنقطع على واحده من السوشيال ميديا دول. يبقى احنا في الموتوسيكلات اللي موجوده هنا دي والموتوسيكلات اللي ورايا في حاجات كتير لسه ما طلعتش من الكونتينر اللي هو لسه جايبه من اليابان. فهناخدكم لفه بسيطه، هناخدكم لفه من اول من اول الموتوسيكلات. ففي واحد من الموتوسيكلات اللي الناس كتير جدا كانت بتسأل عليه، الريسات الاقتصاديه اللي صغيره. الريس اللي قدامنا ده 250 سي سي، السوزوكي الجيكسر 250، 2 سلندر 250 سي سي، فرامل اي بي اس، وما شاء الله بحالة الفابريكا، ماشي 5000 كيلو بس. ما شاء الله شايفين؟ ماشي 5000 كيلو بس، 6000 كيلو. طبعا الموتوسيكل ده حلو جدا للناس المبتدئه، وحلو جدا بالمقارنه بالصيني، عشان بصراحه انا دايما بقول لكم ليه الياباني كويس، ان هو قرب على الصيني. الموتوسيكل الزونتز الريس اللي زي ده النهارده عامل في السوق حوالي 170,000 160,000. ده هتاخده ياباني 250 سي سي ب 170,000 برضه. بصراحه حاجه كويسه قوي. طبعا عايز تواصل معاهم يدخل في الكومنتات تحت ويكلمهم، لان السعر ده ممكن يا جماعه يختلف حسب انت بتشوف فيديو امتى. طيب ده بالنسبه للريس ال 250. عايز تجيب حاجه اعلى شويه، ال 400 سي بي ار من هوندا، سي بي ار 400 2 سلندر، ما شاء الله قوي جدا. نوريكم لفه على الاسعار، المواصفات، ادخلوا قارن في الاحصنه والكلام ده كله. ان شاء الله حاله نظيفه جدا، برضو وارد اليابان، ماشي 37,000 ونص. حلو بالمفتاحين، حالاتهم ما شاء الله حلوه. ودايما اليابان قاعدين يركبوا اكسسوري زياده كده، يعني حتى الجيكسر ده فيه 2 شاحن وحاجات غريبه كده. طبعا الموتوسيكل ده هيبقى فرنج ال 220,000. تمام. طيب نيجي هنا، ده صحيح 2014 او 15 حاجه كده. تمام. هنا واحد من الموتوسيكلات المعشوقه، وعلى فكره ده من احلى الموتوسيكلات اللي لو انت عايز تركب 4 سلندر انجكشن وسعره مش غالي. ده هوندا اف 4 اي 2001 او 2002 600 سي سي 4 سلندر. واحد من الموتوسيكلات السريعه، كان بدايه ان هوندا تبتدي تصنع حاجات متطوره. يعني ايه متطوره؟ يعني في عدالات ديجيتال زي ما انتم شايفين هنا. الموتوسيكل ده انجكشن، فريس زي ما الكتاب ما بيقول له كويس، ومن اصدارات العصر لحد 2015 نفس الافكار. بص 41,000 كيلو، ما شاء الله زيرو لدرجه رهيبه. الموتوسيكل ده زيرو لدرجه ان الجاكمان الاصلي كان، بصوا عاملين جاكمانات مواسير مكتوب عليه هوندا، والطنابير بتاعته زيرو او الفرامل. والحلو بصراحه في الشغل بتاع اليابان ده، عشان كده انا بصوره لكم، انه ما فيهوش تاكسد في اي جزء معدني في الموتوسيكل، وحالته نظيفه جدا جدا، غير الشغل بتاع اللي بيجي من اوروبا احيانا بيحتاج يعني في صيانه، او امريكا او غيره. موتوسيكل نظيف جدا. الموتوسيكل ده لسه ما اتسعرش، بدخلوا على وكاله الغالي وسالهم الاسعار كام. بس انا يعني اكيد هيعدي ال 200، ممكن يتسعر 200 ل 250 في الرينج ده. طبعا كل الموتوسيكلات اللي بوريها لكم دي حالات الكاوتش فيها رهيبه، وكل الصيانات بشكل عام رهيبه. طيب ندخل على الموتوسيكلات الادفنشر. عندهم هنا هوندا ان سي 700، حاله نظيفه جدا. وتعرف الادفنشر حالته حلوه من من الرادياتير. شايفين بيلمع ازاي؟ ده لو ماشي كتير او ماشي بشكل مش كويس، الكاوتش بيطلع على الرادياتير يخرمه. ما شاء الله نظيف جدا جدا. مش عارف ده سعره كام؟ انا بحس ان انا 22,000. حاسس ان انا زي الناس اللي بيسوقوا يعملوا فيديوهات على الفيسبوك بيبيعوا فيها اوض نوم ولا حاجه. لا بس والله حالات كويسه. احنا هناخدكم لفه سريعه.
الموتوسيكل كويس جدا كحاله، وفي نفس الوقت مش فاكرين بقول لكم التاكسد او شاشه الموتور بتلمع كانها لسه طالعه، وده الشاسيه وكل حاجه ما شاء الله لسه بتلمع. طيب ده سعره في رينج ال 250,000. الموديل 2015 700 سي سي 2 سلندر موتوسيكل ادفنشر. في وضع ما احنا عندنا النهارده الزونتس 310 تي ب 670,000 جنيه. انا بصراحه شايف تركب حاجه زي كده اقوى ضعف القوه، وياباني واعتمادي وافراج، يعني لسه ما علقش نمر. طيب الستريت بايك بقى، هو في واحد بس ستريت بايك وهندخل على السكوتر، بس في تحت لسه هيطلع كتير في الايام اللي جايه. تابعونا هنصور لكم هنا وفي معارض تانية موتوسيكلات الياباني. اللي موجود هنا ده الام تي من ياماها ام تي 250. ده ستريت فايتر، الوش بتاعه وش عنيف شويه ما شاء الله. تعالوا اوريلكم الوش بس من قدام. الوش عنيف جدا ما شاء الله. 2 رينج هنا، وده بيشتغل لما نشغل الموتوسيكل. توقعوا الموتوسيكل ده ايه وضعه؟ ده موديل تقريبا 22 او 21. ماشي كام بقى؟ ماشي 500 كيلو فقط او 800 كيلو. عنده واحد تاني مش 300 كيلو، يعني يعتبر زيرو، موتوسيكل زيرو. طيب التانك ما شاء الله بتاعه كبير، ده 2 سلندر 250 سي سي، يعني ما شاء الله ياماها حلو جدا في المشاوير الداخليه، وحتى لو طلعت على الطريق. وطبعا بطعم الياباني الهوندا، طعم الياباني الياماها قصدي. طيب الاختراع اللي قدامنا ده اسعاره هتبقى رينج ال 150 170. والله بجد يا جماعه، ولا تشتري 250 ولا 300 صيني وجهه نظري. ومليان تكنولوجيا، وانا في اي بي اس، الاضاءه بتاعته ال دي بشكلها حلو، العدادات ديجيتال، ففي كل المواصفات. مش هقول لك انك هتشتري ياباني، لا موديله قديم ولا هتضحي. اسعار حلوه بصراحه، اسعار حلوه. طيب ده الستريت بايك، ودي كل الموتوسيكلات. تعال ندخل بقى على السكوترات. السكوترات هنبتدي الاسعار يعني مش عارف اقول لكم ايه. في من اول ده سكوتر ياماها 155 اسمه ان ماكس. سكوتر مواصفاته حلوه جدا ومعقول. ده سيتي سكوتر اللي جوه البلد، ولكن حلو ان في سكرينه تحميك من المطر والبرد لو انت بتطلع كل يوم وبتسقع. الكرسي قاعده بتاعته واسعه جدا، في مكانين للرجل عشان تفرد رجلك. الفرامل اي بي اس. المحرك بتاعه 155 سي سي، تبريد ميه، دي حاجه كويسه طبعا. انجكشن. بيجي معاه هنا سخانات مقابض عشان الشتاء، وطبعا قلت لكم السكرينه دي بتحميك من الهواء، فده تقدر تستخدمه في كل المواسم. طبعا هنا في مفتاح، وفي مكان تخزين ما شاء الله عليه، حلو جدا يا جماعه. اليابانيين عليهم سكوترات عمليه، انا ما اعرفش احنا ازاي دافنين نفسنا مع الصين. طبعا من نظافه كل الكتالوجات وكل الامور مع السكوتر، والله كانه زيرو، بدون خدوش. السكوترات دي كلها بدون تريحات وبدون رش وبالكتالوجات. شغل يابان في حته تانية يا جماعه. طبعا في منه الوان، في اللون ده وتعديلات مختلفه، يعني دي السكرين بتاعته اكبر من ده. في تعديل هنا اماكن شحن، في هاند جارد اللي هو بيحمي من الهواء، فانت ايدك مش هتسقع، هنا مش هتسقع. فيعني ايه، افكار حلوه وسكوترات مختلفه. 155 ده ممكن يعملوا رينج ال 150 من 130 ل 150 الف. وبرضه ايه، فالاسعار الابديتد الاكيده تدخلوا على حساب وكاله الريان وتشوفوا الامور. طيب اللي قدامنا ده هنا السكوتر 250 سي سي، الناس اللي عايزين سكوترات كبيره شويه. ده من شركه ياماها اسمه اكس ماكس. طبعا ده بينزل في بعض دول 300 سي سي، هنا 250. ودايما اليابان على فكره اصغر 50 سي سي ل 100 سي سي في بعض السكوترات. ده سكوتر ما شاء الله 250 سي سي، واحد سلندر، بيجي بتشغيل بصمه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. في سخانات مقابض. السكوتر ماشي 37,000 كيلو ما شاء الله، بدون تريحات بدون اي حاجه. في اضاءه ليد شكلها حلو قوي ما شاء الله. طبعا اي بي اس ما شاء الله. الحاجات اللي بنتكلم فيها من اول الصغير لحد الكبير كلها اي بي اس ما شاء الله. طيب عندنا هنا في سيت، انا بيفتح ازاي السيت ده؟ السيت مفتوح ما شاء الله. بقى عندنا هنا بحر، شايفين يا جماعه؟ بحر ايه ده؟ مش هتتخيلوا يعني. شايفين ايده بالنسبه للبحر ممكن ياخد 5 وشويه. سكوتر عملي لابعد درجه. طبعا ورا ال دي وقدام ال دي، تقدروا تدوروا على السكوتر ده على النت وتعرفوا تفاصيل اكتر عنه. طبعا السكوتر ده برضو سعره تحت ال 200,000. بالنسبه للسكوترات الياباني صراحه سعره حلو، وسكرينه طويله، وشكله حلو جدا جدا جدا، صراحه حلو.
طيب عندنا حاجه بقى تانية اول مره تنزل في مصر، وهو السكوتر الادفنشر الصغير الاكس او الاي دي في، الهوندا اي دي في 150. ده سكوتر صغير، سيتي سكوتر بس ادفنشر شويه في نفسه. عاملينه بشكل شرس، عاملينه بان هو يبقى من ورا هنا عالي شويه، الاطارات جبليه، الجاكمان يكونوا حاطين طرفه فوق شويه علشان يعني لو دخلت في ميه ولا حاجه ما يبتديش يدخل ميه جوه الموتور. فهو سكوتر 150 سي سي بس ايه بتاع الاشغال الشاقه شويه. طبعا حط لك هنا سكرينات تحميك من الهواء، هاند جارد هنا موجود عشان يحميك، في سخانات مقابض عشان تدفيك هنا، والحاجات دي جايه من هوندا. تشغيله بصمه من هنا، شايف مجرد ما انت بتضغط هنا وتلف كده ما شاء الله يبتدي يشتغل. طبعا ده موديل 22، والسكوتر ده على فكره غالي جدا بره، وطبعا بيبقى بالتالي هنا اضاءه LED، المساعدين بتوعه نضاف جدا، واي بي اس الفرامل، فتخيل هو كامل من كل حاجه. LED تلاقي اي بي اس، تلاقي تراكشن كنترول، LED حتى في الاشارات، العدادات النظيفه، البصمه، سخانات المقابض. بص انا مش هخلص كلام في طبعا السكوترات بتاعت هوندا الجديده. بس مشكله السكوتر ده ان هو سعره غالي شويه، بس مش غالي بالنسبه للزيرو. يعني النهارده خلينا نقارن ما بينه والاس واي ام. الاس واي ام عندهم دلوقتي الجيت اكس ب 130,000 جنيه، فطبعا ده هيعدي شويه، ده هيعدي حبه حلوين يعني. التورتة طبعا 150 تبريد ميه، يعني اعتقد ده هيتسعر فرنج من 180 ل 200,000، بس اعتقد هيبقى فرنج من 180 ان شاء الله يعني اغلى 50,000. بس انا وجهه نظري ليه تدفع ال 50,000 في ده اكتر، لسبب مهم قوي، وهو احنا اكيد بنشوف الشوارع فيسبا موديل سبعينات وثمانينات وتسعينات عاشت مع شخص، فالحاجات الهوندا بتدفع اكتر عشان تعيش معاك. انا نفسي ده يحصل في السوق المصري. ليه؟ علشان ينقرض الصيني الرديء اللي ساعات بعد 10 سنين تلاقيه متهالك ومالوش قيمه، واحنا ما عنديش مشكله ان بعد 10 سنين تشتري واحد من ده عادي مستعمل، بس لسه في عمر ولسه ممكن يبقى في عمر. طيب المثال على ده الموتوسيكلات اللي قدامنا دي، بيرجمان وهوندا سيلفرينج بقى لها فوق ال 12 سنه و15 سنه و20 سنه ما شاء الله زيرو. يا عم ماله ده؟ طيب في هنا بقى كذا حاجة تانية بالنسبة للسكوترات. السكوترات في فورزا 300 سي سي واحد سلندر 2019، ده 250 سي سي وبينزل بره 300 سي سي. طبعا السكوتر ده هوندا بصمة، وفي سخانات مقابض، كمان الاضاءة بتاعته LED، والسكرينة بتاعته سكرينة كهرباء متحركة، في كل ما لذ وطاب. طبعا LED من قدام، وبصراحة LED شكله بتاعه رهيب يعني. بصوا كده شايفين الليد بتاعه، في ريش هوندا اضاءة ليد شكله في حتة تانية حقيقي يعني. ده من احلى السكوترات اللي عملتها هوندا. ومن ورا كمان ليد. طبعا ده من السكوترات الماكسي سكوتر، في مكانين هنا وهنا سكرينة كهرباء بتنزل وسكرينة بتطلع. طبعا هنا عدادات ديجيتال، بقول لك حاجات كتير بقى، افريج بقى، استهلاك الوقود، الكيلومتر، حتى البطارية وحرارة الجو، حاجات كتير قوي بصراحة. طبعا احنا برضو بناخدكم بشكل جولة سريعة. فالسكوتر ده هيبقى رينج 200 250 حاجات شبه كده، 2019 واحد سلندر. عندنا طبعا هنا في سوزوكي بيرجمان 400 سي سي اللي عايز حاجة اعلى من 200 في 400. وبعد كده السيلفر وينج، طبعا السيلفر وينج ده 400 سي سي ما شاء الله. طبعا السيلفر وينج غني عن التعريف. بس اللي هنا حاجة حلوة، في جارمن جهاز GPS من ناحية اسمه زوما، ده مشهور جدا وغالي جدا. في سخانات مقابض موجودة هنا، وفي حبة تعديلات حلوة وظريفة ما شاء الله عليه. طبعا احنا طولنا عليكم في الفيديو ده، وبعد ما طولنا احنا كل ده ما عملناش غير كام سكوتر وموتوسيكل. الموتوسيكلات اللي قدامكم دي في ضعف الكمية بتاعتها لسه ما اتعرضتش، بس احنا قلنا نستبق. ولو انت عجبكم نوع الفيديوهات دي حط لنا كومنت تحت انت عايز اسعار ايه، وقول لنا كمل عايزين بقيه الاسعار عشان نعرف اي تفاصيل. لو مهتمين باي حاجه من الحاجات اللي معروضه دي، وكاله الغالي بياناتها تحت، تواصلوا معاها عشان تقدروا تعرفوا اجدد تفاصيل واسعار السوق.